سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ليتوان من الشهر الفضيل، الخبز الباي. وصفة جزائرية بزاف اللي يحبوها، انا شخصيا نحبها. جبتها لكم بطريقة بريستيج راقية بريزونطابل باه توالم جميع المناسبات. نعرفوه الخبز الباي يرافق يعني احسن مرافق مع التاي، لهذا درته لكم بهذا التزيين باه يكون مناسب للخطبات لعدة مناسبات. حطيت لكم فيه مكون، هذاك المكون راح يخلي خبز الباي نتاعكم متماسك لداخل، ما يخليش منفش المكونات هاربه من بعضها. في نفس الوقت هذاك المكون راح يشرب لكم الشربات مليح ويحافظ على التعسال تاع الخبز نتاعكم. هذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا. تبعوا فقط الفيديو للاخير باش تشوفوا طريقه التحضير تنجح معكم الوصفه. ما تنسونيش بالجام والاشتراك والبارطاج باه الوصفات توصل لعدد اكبر من الناس ويستفادوا منها. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. المقادير راح يكونوا لتحت مكتوبين في صندوق الوصف. اول حاجه راح نحضروها هي الشربات. نعرفوا الوصفات كما من هذا النوع اللي بالشربات ديما نبداو بالشربات لانهم نحتاجوهم باردين. عندي هنا 3 كيسان من السكر العادي، حطيت لهم 4 قطرات من عطر ماء الزهر، شريحه ليمون، وراح نزيد عليهم 3 كيسان من الماء. هذا الكاس راح نكملوا به، يعني نفس الكاس اللي كيلت به السكر والماء راح نزيد نكيل به مكونات الخبز نتاعنا. قلت لكم كاس ونص سكر عادي، 3 كيسان من الماء، شريحة ليمون، قطرات من عطر ماء الزهر. نخلط ندوب السكر ونحطه فوق النار ببداية الغليان، راح نحسب مدة 10 دقائق ونطفي عليه يكون جاهز ونحطه على جنب باه يبرد معاه. راح نحضروا الخبز نتاعنا اللي نحتاج فيه 5 بيضات. انا هنا 6 بيضات لانه البيض نتاعي صغير. بدرجة حرارة المطبخ عندي كاس مزيج بين نص كاس زيت ونص كاس زبدة دايبة، كاس من المكسرات، نص كاس نوض كوكو، نص كاس المكسرات، كاس من البسكوي مرحي، ربع كاس من السكر العادي، 5 ملاعق كبار من الفارينة، كيس خميرة كيميائية، ومبشور حبة قارص. هنا قلت لكم البيض نتاعي الصغير استعملت 6 بيضات، نتوما استعملوا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. السكر هنا حطيت هذه الكمية فقط، يعني اقل من نص كاس لانه البسكوي حلو الشربات حلوين. نقصت من كمية السكر. اللي تحب الحلاوة تقدر دير نص كاس حتى اكتر، انا نقص منحبوش حلو بزاف. عندي مبشور حبة قارص، ندربهم بالباطور مليح مليح حتى يتضاعف الحجم. هنا ضربوه من الاحسن الباطور باه يجيكم خفيف وهش، الخبز الباي نتاعكم يجيكم خفيف ويتشرب لكم مليح الشربات. بعد ما ضربتهم مباشرة راح نضيف عليهم، هنا عندي قلت لكم نص كاس من نواد كوكو مع نص كاس من اي مكسرات عندكم. انا استعملت هنا الكاوكاو محمص ومرحي بقشوره. استعملوا اللوز تاني بزاف يناسب خبز الباي، وكل واحد ومقدورها والذوق نتاع كل وحده كما تحب. بعد ما درت نص كاس من نواد كوكو نص كاس من الكاوكاو عاود ترحيتهم مع بعضهم في الروبو باه ما نحسش بلا نواد كوكو، يعني حبيت غير الذوق ما حبيتوش نلقاه في العجينه. رحيتهم مع بعضهم، زدت عليهم كاس من البسكوي مرحي هو الاخر رحيته. ما استعملتش لا شابلور، عوضتها بالبسكوي، لكن البسكوي استعملت هذا، ما استعملتش بيمو ولا اي نوع اخر لانه يجي حلو. استعملوا هذا النوع من البسكوي ولا تاع البتي بور هذاك اللي يجي شويه صامت، ما يجيش حلو وما يجيش فيه يعني يجيكم خفيف. استعملت البسكوي اللي يكون خفيف، استعملت هذاك، ما استعملتش الباكي كامل، كاس فقط. ضفت عليهم كيس خميره كيميائيه، وهذا هو المكون اللي راح يخلي المكونات نتاعكم يعني ما يجيوش يعني متداخلين مع بعضهم. حطيت الفارينه 5 ملاعق كبار من الفارينه. الفارينه راح تخلي خبز الباي نتاعكم يجي متماسك ويشرب الشربات، ما مش كيما تقصوه كي نديروه بلا شابلور ولا كي نقصوه يجيو الشربات في البلاطو هاربين ويجيكم منفش. هنا الفارينه راح تخلي المكونات متماسكين وتحافظ على الشربات وفي نفس الوقت يعسل معاكم مليح. ندربهم يعني لا فيتاس على الباطور هبطتها مجرد يعني يتجانسوا ويدخلوا مع بعضهم ونحبس. نجيب صينية فرن، دهنتها بالزبدة والفارينة، القياس نتاعها 30 على 24.
هذا القياس مناسب للمكونات اللي عطيتها لكم. انا حبيته يكون عالي لانه راح نقصه، راح نطبعه، لهذا حبيت يكون عالي. هذا القياس مناسب. نفرغ المزيج نتاعي بهذا الشكل، بهذه الطريقه عفوا، وكنت شعلت الفرن على درجة حرارة 180 درجة. راح نطيبوه عادي يعني كيما المسكوتشو ولا البسبوسة، راح يطيب. كي تشوفوا الحواف نتاعو حمارو، شعلوا من الفوق باه يحمار معكم، وكل وحده والفرن نتاعها. انا الفرن نتاعي لازم نشعله من الفوق باه تحمار الطبقه اللي من الفوق، لازم يحمر لكم مليح، ما ياخدش وقت يعني ما يطولش. نحطه في الفرن، بعد ما يحمر معايا راح نخرجه ونتحصل على هذا النتيجه. شوفوا معاي خدا اللون المناسب، هذا هو اللون المناسب نتاعو. شوفوا كيفاه اسفنجي طري خلاص، يجيكم هش روعه. مباشره هو سخون راح نسقيه بالشربات وهما باردين. كما شفتوا كما قلت لكم، الكاس اللي كيلتوا به الشربات يعني السكر والماء هو اللي راح تستعملوه يعني وتكيلوا به لاباط تاع الخبز الباي نتاعكم. راح يجيكم سوا انا مع الاول نحط ونشوف، لكن في النهايه دالي الكميه كامل يعني تجيكم ما يبقى لكم منها والو. حطوها كامل وما تخافوش، وخلوه يتشرب. خلوه يعني لمده ساعه لساعتين باه تقصوه، خليوه يشرب مليح ويحكم روحه باه الشربات ما يخرجوا لكمش منه، ما تقصوش مباشره. نخليه يتشرب. شوفوا هنا بعد ما تشرب معاي يبان لكم ناشف، لكن الشربات راهي لداخل. راح نقطعوه بهذه القاطعه. استعملوا واش حبيتوا نتوما، انا فقط بعطيتكم فكره الديكور تكون يعني راقيه. نتوما تحبوا تقصوه مقرودات كما زمان، مربعات، الشكل اللي تحبوه نتوما. كما نعرفوا طريقه التقديم تلعب دور وتشهي، لانه العين تاكل قبل الفم، لهذا يعني حاولت نقدم لكم تزيين يكون مناسب لمناسباتكم ويكون راقي. يعني هذوك الحواف اللي يبقاو يعني تاكلهم راحينش اكيد يضيعوا. راح نخرج حبه باه تشوفوا النتيجه. شوفوا هنا كيف يجيكم متماسك. شوفوا الشربات ما بقاتش في البلاطو، راهي كامل لداخل، لانه حطينا كما قلت لكم الفرينه، كل حاجه راهي الشربات كامل لداخل، ما يبقاش يطلق فيها. وهذه هي النتيجه. زينته بهذه الطريقه، كل واحده وذوقها ويعني ومقدورها وكما تحب تزين. يعني راهو جا هايل شكلا وذوقا، خفيف هش. روعة روعة. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة تنجح معكم. كذلك نتمنى أنكم تشاركوني تطبيقاتكم. شوفوا العلو نتاعها، شوفوه الداخل كيف يجيكم هايل هايل. هذا هو القوام نتاعو. شوفوا الداخل يبان لكم ناشف، لكن راهو محافظ على التسالي والتشربات الداخل. شهيتكم في الجنة. هذه هي وصفة نهار اليوم، نتمنى أنه نالت إعجابكم. نلتقي إن شاء الله في وصفات أخرى، فيديوهات أخرى. إلى الملتقى، سلام.